يا 300,000 أهلا وسهلا. أهلا بك في عالم الفتائز. هنا لا يوجد شيء يمنعنا عن الحركة، نحن دائما نتحرك، سواء كانت حركة دائرية أم خطية هلامية مهلبية، فنحن نتحرك. كن حذر، فأنت على دراية أنك هنا بكل تركيزي، وهذا لأنني سوف أحكي لك عن سيناريوهات نقل الحركة من مجموعة الدروس الكوكبية. فتعالى ما احكيلكش كل حاجة عن الجير الأوتوماتيك في الفيديو ده. في بداية الأمر لازم أفكرك بالجزء الأولاني، أنت لازم ترجع وتشوف. أنا هلخصه لك دلوقتي بس ده مش كافي. الفيديو اللي فات يا صديقي عرفتك القطعة الأساسية في الجير الأوتوماتيك واللي بتتكون منها مجموعة تروس مع بعض بتتسمى مجموعة التروس الكوكبية البلانتري جير سيت، ومعاهم في نفس الفيديو طرق مختلفة لنقل الحركة أو فصلها زي الكلتشات أو البريك بادز وغيرهم. والنقل في التحركات ده هو اللي بيخلي عندنا نوع من التروس يفصل حركته خالص والنوع التاني يكمل حركة أو يبدأ يتحرك. الفكرة هنا في السيناريو اللي ممكن يحصل عشان خاطر يخلي ترس يقف او يكمل. بمعنى صح، انا امتى اوقف ترس وحرك التاني؟ هنا بقى يا صديقي لازم افكرك بنسب التروس. في عندنا 3 انواع من نسب التروس. النوع الاول واسمه اندر درايف ريشيو، وده النوع اللي الانبوت فيه سرعته بتبقى اعلى من الاوتبوت، يعني المحرك سرعته اسرع من سرعه العجل مهما عالي معاك الار بي ام. والنوع الثاني هو الاوفر درايف ريشيو، وده سرعه الانبوت فيه بتكون اقل من سرعه الاوت. والنوع الثالث والاخير هو الدايركت درايف ريشيو، وده اللي الانبوت فيه بيكون نفس سرعه الاوتبوت، كأن بالظبط ما فيش جير بوكس ما بين العجل والموتور. طب يا احمد ازاي ده ممكن نطبقه في الفتيس؟ انا هقول لك. في كل سيناريو من اللي انا قلت لك عليهم دول الانبوت والاوتبوت بيتغيروا في البلانتري جير سيت، مره يكون السان جير هو الانبوت والبلانت جير هو الاوتبوت، ومره يكون العكس وهكذا. تعال اشرح لك واحده واحده كل سيناريو من دول بيحصل فيه ايه. لو عندنا مثلا جير من 5 سرعات، فالاندر درايف ريشيو اللي موجودين في الجير ده هيمثلوا السرعات الاولى، السرعه الاولى والثانيه مثلا، وده لان سرعه الموتور فيه بتكون اسرع من سرعه العجل، وده بالظبط اللي احنا محتاجينه. احنا محتاجين عزم، فعشان كده لو بصيت على البلانتري جير سيت في السرعه الاولى تلاحظ ان السان جير هو اللي متوصل بالانبوت اللي هو المحرك، والبلانت جير هو اللي متوصل بالاوت. وده لان مع تثبيت الرينج جير كل لفه كامله بيعملها السان جير يلف قصادها البلانت جير تلت لفه. هنا العزم اتضاعف ل3 اضعاف والسرعه قلت للتلت، كده بقت النسبه 3 ل1. تعالى بقى عند السرعه الثانيه في الاندر درايف. هنا الانبوت اتغير بقى الرينج جير والاوتبوت زي ما هو بلانت جير. مع طبعا تثبيت السان جير المره دي اللفه الكامله اللي بيعملها الرينج جير بيقابلها تلتين لفه من البلانت جير. العزم هنا زاد مره ونص من الرينج للبلانت، من الانبوت للاوت. كل ده زي ما قلت لك احنا لسه في السرعات الاولى، وده بس بنحتاجه عشان نعرف نحرك كتله العربيه الكبيره من السكون. نيجي بقى عند السيناريو الثاني الاوفر درايف ريشيو، وهنا بقى بتكون سرعه الاوتبوت اسرع من سرعه الانبوت، وده ممكن نشوفه في جيل الخمس سرعات يكون السرعه الرابعه والخامسه. هنا احنا ما عدناش محتاجين عزم، احنا الحمد لله اتحركنا من السكون، بس محتاجين سرعه. وهنا بقى يا صديقي الاوتبوت والانبوت اختلفوا، ما بقاش البلانت جير هو الاوتبوت زي ما كان في الاندر درايف. البلانت جير هنا بقى الانبوت، والاوتبوت بيختلف على حسب السرعه اللي انت فيها. السرعه الرابعه مثلا هيكون الاوتبوت هو الرينج جير، ده لانك لو بصيت عليه وهو بيلف هتلاحظ ان كل لفه بيعملها الانبوت اللي هو البلانت جير يعني بيقابلها لفه ونص من الاوتبوت اللي هو الرينج جير. ده معناه ان السرعه زادت مره ونص والعزم قل. طب لو هننقل على السرعه الخامسه، يبقى كل لفه هيعملها الانبوت اللي هو هنا البلانت جير هيقابلها 3 لفات من السان جير، هو في الحاله دي بقى الاوتبوت. هنا سرعه المحرك زادت بقت 3 اضعاف والعزم قل بقى التلت. وهنا يا صديقي نوصل لاخر سيناريو معانا وهو الدايركت درايف ريشيو. هنا مفيش اي حاجه بتقل او بتزيد، لا سرعه بتزيد وعزم يقل ولا عزم يقل وسرعه تزيد او تتضاعف. هنا الحركه اللي بتوصل للانبوت بتروح على طول زي ما هي كده على الاوتبوت، كأن الجير بوكس ده مش موجود خالص. وده بيحصل عن طريق قاعده بسيطه في البلانتري جير سيت، اربط لي اي ترسين مع بعض التالت هيخاف. يعني مثلا لو ربطت الرينج جير مع البلانت جير هتلاقي ان السان جير غصب عنه هيتحرك معاهم بنفس السرعه. هنا انت مش هيفرق معاك من الانبوت والاوتبوت، انت عندك ببساطه قاعده بسيطه، اربط لي اي ترسين مع بعض ايا كان مين فيهم الانبوت هيتحرك الاوتبوت غصب عنه بنفس سرعته، والنسبه هنا هتكون 1 ل1. انا عارف ان انا قلت لك من شويه ان هما 3 سيناريوهات، بس السيناريو الرابع ده لازم يتقال وانا عارف انك نسيه، وهو الريفرس. نسيت انت؟ نسيت؟ لازم يا صديقي الحياه روحه وراجعه. روحه ايه اللي انا بقوله ده؟ الريفرس زي الدايركت درايف له قانون حلو، البلانت جير لازم يكون ثابت عن الحركه ودخل لي الحركه بتاعه الانبوت من اي ترس تاني. ومش معنى هنا ان البلانت جير ثابت يبقى كده الترس نفسه ما بيلفش، انا قصدي ان ال3 تروس اللي بيتسموا بلانت جير ما يتحركوش بس يلفوا عادي. وده لان لو دخلنا مثلا الحركه من الصن وعدت على البلانت وبعد كده راحت على الرين جير اللي هو بعد كده هيبقى الاوتبوت، هتبص تلاقي ان اتجاه الدوران اتعكس في الرين جير وبقى بيلف عكس اتجاه دوران الصن جير. ساعتها
بس لازم تعرف ان انت تقدر تمشي بعكس الاتجاه. حسيت ان انا هقول حاجة مهمة. ناقص يا صديقي ان انا اعرفك حاجات كتير عن الجير ده. على سبيل المثال، كيف يتم تغيير المدخلات والمخرجات من سيناريو إلى آخر، وكم عدد مجموعة التروس الكوكبية الموجودة في ناقل الحركة الواحد. كل هذا وأكثر مع الجزء الثالث من سلسلة فيديوهات نقل الحركة الأوتوماتيكي. بس كده يا صديقي، دي ما كانتش كل حاجة عن الجير الأوتوماتيك. متنساش تقول رأيك في الفيديو تحت في التعليقات، ولو انت جديد هنا تشترك تحت في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هتلاقي صفحتي على الفيس وجروب الفيس والانستجرام تحت في الديسكريبشن. ويلا سلام.